عبيد منطقة السد العربي. الخيالات الرؤى كتبت: سيكون الرب إلهك في أقصى الأرض، وتمد يدك فلا نيل يأتي ولا يأتي قدرة. الأديب والناقد عراب الأدب الأستاذ محمد المغربي. وللإخوة الذين سألون هذا الكلام، أنا سعيد جدا إن أنا بنحتفي بمكتوب أدبي قد يحمله التاريخ إذا لم تعتني به دور النشر، لأن عنوانه قد لا يجذب القارئ. المشكلات الأسرية، وعلى فكرة أسرية من أسر وأسرية من أسرة تمشي في النسب. فالواقع التعرض لهذه المشكلة قديمة فكريا مش كتابيا منذ قدم التاريخ، منذ بدأ آدم التعرف على حواء والإنجاب إلى يومنا هذا وإلى الغد ما شاء الله. تظل المشكلات الأسرية قائمة، لكن حلاوة المسألة أن يتصدى لها أصحاب هذه المشكلات، سواء كانوا مفكرين أو علماء أو حتى الأناس العاديين. هذا ممكن، لأن هذه المشكلات في الواقع إما تكثر فينخرسوسها بنية المجتمع، أو إنها تتوقف وتعالج فيبدأ المجتمع في النمو. فهذه محاولة من الكاتبة الصديقة جيهان عثمان لإيقاف نخر السوس للمجتمعات، لأن تداعي القيم والعلاقات لا توقفه كتابات، إنما توقفه تيارات ثقافية نستطيع زرعها وسط أصحاب هذه المشاكل. فالمشكلات الأسرية لابد من دراستها من بدايتها إلى ما شاء الله. بدأ الكتاب بتاع بنتنا جيهان بعبارة دالة: خلقت منك وخلقت مني. هذه علاقة تشرح وتدل وتومئ إلى تلك العلاقة التي خلقها الله بين بني البشر إناثا وذكورا. خلقت منك وخلقت مني. إن كانت هي تقصد بها زوجها الذي أهدته هذا الكتاب، ففي الواقع هذا مقصد أبعد، لأن الله حينما خلقنا فبدأ بخلق آدم عليه السلام لم يتركه وحيدا، فلحكمته العظيمة ولحكمة إعمار الأرض خلق له زوجه من جسمه، ليس خلقا آخر مساويا من خارج بنيته، فهو هي منا ونحن منها في أصل الخلق. لذا تقديس هذه العلاقة أجملتها كل أديان الأرض السماوية وغير السماوية. يعني إذا بدأنا باليهودية وهي السماوية وهي الأقدم، فالمسيحية في الإسلام، نجدها أيضا في الكونفوشيوسية، نجدها أيضا في الهندوسية. هناك علاقات زواج وطقوس ثابتة تشرع العلاقة بين الذكر والأنثى من بدايتها حتى تنتهي بالانفصال أيا كان شكله. فالتعرض لهذه العلاقة الأبدية الأزلية التي ستبقى إلى ما شاء الله جرأة جميلة من الكاتبة، لأنها واسعة المدى.
بعيدة الأثر. المدى الواسع أنها ذكرت بداية فالفرد، فالعشيرة، فالقبيلة، فالمجتمع. في الكتاب تقدروا ترجعوا له، لأن تتبع نمو هذا المجتمع من بدايته كمجموعة أفراد، فعشيرة، فقبيلة، فمجتمع كبير مهم جدا. ما هي رؤية هذه المجتمعات للعلاقة بين الذكر والأنثى، خاصة إذا استعنا بالمقولة الثابتة أن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع. إذا صحت اللبنة الأولى صح المجتمع، نتيجة منطقية. لكن المشكلة أن هذه العلاقة المقدسة تخرج مع التطور الإنساني والزماني عن حدود ما من وضعها، لأن الإنسان دائما يضيف ويبدل ويعدل ويبتكر من عندياته بعضا لهذه الطقوس التي شرعها الله في البداية للزواج وإقامة الأسرة. وهذا ما نسميه نحن بالانحدار الأخلاقي، الخروج عن مبادئ القيم الأولى، وهذه لا بد منها لأن المجتمعات تتطور رغما عن أنفنا. المجتمعات تتطور بالطبيعة فتضيف وتحذف. من ننتبه بهذه المسائل أن الطقوس الأولى أو العلاقات الأولى التي شرعها الله تبقى راسخة في النفوس مهما حدث للمجتمعات. حتى المجتمع المنفتح الآن الشيوعي على كافة ما شاء من متبدلات العصر، والمجتمع الأوروبي حيث تنتشر المسيحية هناك كثيرا، والمجتمع اليهودي، إلا أن المجتمع اليهودي أكثر تحفظا لأسباب دينية. هذه المجتمعات رغم انفتاحها وإضافتها للعديد من الطقوس غير المعترف بها في بدايات الحياة، والدكتور حسام ذكر بعض منها زي المساكنة ومن هذا، إلا أن يبقى في نفوس هذا المجتمع بقايا فطرة يحفظها الدين، تحفظها الشريعة، يحفظها الكومن سنس الإنسانية. بمعنى إيه؟ حينما تسمعون عن المساكنة سواء كنت يهوديا أو مسيحيا أو مسلما ستمج من نفسك وستعف نفسك عن تنفيذ هذا الشكل من الزواج اللي هو المساكنة، لأن هناك تفصيل حقيقي في نفوس البشر أن الطريقة المثلى لإقامة أسرة هي الزواج أيا ما كانت شروطه، إنما الزواج. ولذلك حينما نسمع عن المساكنة ونسمع عن اللي بيحصل في السعودية اللي هو تطلع تبات عند أهلها شوية ويطلع بيت أهلها شوية، المسيار، هذه الأشياء نراها غصب عننا. أنا قلت أن المجتمع به قيم تستحدث، لكن تظل القيم الأصلية درعا لنا. القيم الأصلية مش لأن الشيخ علمها لنا مع احترامي للشيخ، مش لأن قرأنا عنها، لا، هذه فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. تمج نفوسنا تلك الأشياء المؤقتة العابرة وإن استمتعنا بها نلفظها لطبيعة الإنسان بشكل عام. يعني قد نستمتع بالعلاقات العابرة، لكن في النهاية نحتاج إلى علاقة ثابتة نركن إليها بشكل نفسي، بشكل روحي، أيما كان الشيء. فهذه فطرة الله حقيقة فينا. فالكتاب هنا بيتعرض لمشكلة حقيقية ستظل قائمة، هي الخروج عن
تلك القواعد التي شرعها الله للإنسان كي يبني المجتمع. لن أطيل إن شاء الله لأن المسألة قابلة للإيجاز، خاصة وأعتقد أن الدكتور حسام قد أوفى الكتاب إشارة وشرحا وتوضيحا. التعرض لمشكلات الأسرة الحقيقة مجازفة، لأن التعرض لمشكلات الأسرة زي ما بدأت الأستاذة شيهان بدأت من بدايات تكوين الأسرة، وأنت طالع تاريخ طويل من قرون الأسر التي شكلت مجتمعاتها، بل أنها تعرضت بالعشيرة والقبيلة والزواج القديم والزواج الحديث والزواج عند قدماء المصريين، يعني بحر واسع جدا. أعتقد أن طرحه على ترابيزة النقاش مش مطلوب قوي لأن ده موجود في الكتب، لكن التعرض إليه بشكل عام سريع يوضح مدى أهمية تحليل وشرح الأسرة وكيفية تشكيلها والصعوبات التي تواجهها والسلبيات، وإن أمكن طرح بعض الحلول، لأن بعض الحلول تصلح في عصر لا تصلح في عصر آخر. فهذا الكلام راعته الأستاذ جيهان في الكتاب، وبعد تعرضها للأسرة في المجتمع الفرعوني في مصر القديم، وده مجتمع كان يهمنا جدا لأن جزء كبير من تراثنا إحنا الاجتماعي الصرف والديني الصرف. الاجتماع الصرف جاي من أيام الفراعنة، وهناك قوانين كانت تحكم العلاقة بين الرجل والمرأة أيام الفراعنة، قوانين مالية وقوانين نفسية موجودة في الكتاب هنا. لكن الميزة في هذا الطرح اللي طرحته الأستاذة جيهان إنها اتكلمت في بعض الحلول المتاحة للمشاكل الأسرية إلى بعض الحاجات اللي احنا مش واخدين بالنا منها. يعني مثلا إذا طرحت حل مشكلة الخلاف بين الزوجة والزوج، التفاهم، عدم التكبر، طاعة الزوجة إلى حد ما لزوجها، قيام الزوجة بإرشاد زوجها لسبب المشكلة إن استطاعت، اسمها لغة الجسد. لغة الجسد محدش بيمارسها أبدا مع مراته أو مع زوجته، محدش بيمارسها. لغة الجسد مهمة جدا في حل بعض المشاكل الطارئة التي لا سند لها. يعني مثلا قد يكون هناك أساس لمشكلة داخل البيت بسبب الاقتصاد، ما جابش وهو جاي شوية الأكل. لو الزوجة، شوف لغة الجسد هنا بقى، لو الزوجة فكرت جوزها بإنه ما جابش الشيء الفلاني بالغضب وتبريق العينين والتبويز، كبرت المشكلة، كبرت جدا. ولذلك هي ذكية انها لمحت للغة الجسد المتروكة الآن. طب لو الزوجة ابتسمت، يا حبيبي انت نسيت ام العربي ونسيت كذا ونسيت كذا مثلا، هنا تلقى المشكلة خفت. فكان شيء جميل جدا انها تذكر من ضمن وسائل حل مشكلات لغة الجسد. كلنا بننساها. ليه؟ ساعة المشكلة الواحد يبرع عينينه والأبلة تلوي مش عارف ايه، مسائل بننساها، مع ان البسمة الطبطبة الصغيرة في البداية تطفي أي نار كبيرة قادمة. فهنا في جزء من الحاجات دي كتبها الأستاذ جيهان. الأستاذ جيهان لما كتبت عن المشاكل الأسرية والإرشاد الأسري، والاثنين صح، الأسري والأسري في النسب، لما كلمت عن المشكلات دي وكيفية حلها وذكر معظم المشكلات المتاحة، لكنها اعتمدت في بعض أجزاء الكتاب على دراسات الحالة، يعني مش بالكتب، استدعت بعض حالات المشكلات وقابلتهم واتكلمت معهم. فإذا هناك جزء عملي في هذا الكتاب مهم جدا على الأقل للتمثل به لحل المشكلات الأسرية. فدي خطوة في الكتاب عملية جدا اسمها دراسات الحالة. فكان جميل منها أنها تضمن هذا الكتاب دراسات الحالة. المشكلات الأسرية تاريخ طويل جدا
زي ما قلت لكم قبل كده، ولن تتوقف. المهاره الحقيقيه اللي بتطلبها الاستاذ جهاد مننا ان احنا نبحث عن وسائل لوحد المشكله في بدايتها، عشان معظم المشكلات سهله الحل، سهله الحل جدا، حتى الاقتصاديه اللي هي صعبه الحل سهله الحل ايضا، بس عايزه عقل، عايزه تأني، عايزه علاقه تقوم على الحب والموده، تطبيقا لقول الله فينا وجعلنا بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة. ف يعني ألم يكن ربنا القدير العزيز وجعلنا بينكم مودة، خلاص المودة عالية، لا ورحمة، لأن المودة إنسانية بحتة، الرحمة الجزء الإلهي اللي في الإنسان اللي بيخلينا نعيط في مشاهد ممكن لو احنا قدام الناس ما نعيطش فيها، دي الرحمة. إذ أن ربي أودع فينا جزءا واحدا من 99 جزء واحتفظ هو بالباقي، لأنه هو الرحمن الرحيم. هذا متروك لشيخنا الجليل. لكن هناك بقى بعض الهنات، وكلمة الهنة هي الخطأ الهين، فلا تزعل الأستاذ جهاد لما أذكر بعضها، لأن الخطأ هنا اللي أنا هقوله، الأخطاء اللي هقولها دي هقولها هنا، إما مسؤول عنها الناسخ فهو خطأ إملائي، بس برضك لازم أنا أخلي باله منه، إما الصياغي، دي مسؤولية هي صاغة الجملة بشكل يحتاج إلى إعادة ترتيب، فلا بد من تنبيهها إلى تلك الهنات اللي بعيد بقى عن محتوى الكتاب. محتوى الكتاب زي ما قلنا، زي ما الاستاذ الدكتور حسام مدح فيه مدح كبير، المكتبه محتاجاه، فانا اللي هقوله ده تكرار اللي قاله الدكتور حسام، لكن اللي انا هقوله هنا مش تكرار، حيث ان انا استخرجت العديد من الهنات في كتابه الجمل داخل الكتاب، دي محتاجه مننا مع بعض. انا هديك الكلام ده في الاخر اللي مش هتحاول تكتبي. يعني مثلا طبعا انا عملت موجز للدراسه كلها، شوفوا الحته دي في جماعات البشريه قائمه على اساس القرابه، يعني عمي وابن عمي، مش كده؟ وفي جماعات قائمه على اساس النسب، نسب البعيد، مش بيجيبني من اخويا وقدام، وفي جماعات قائمه على اساس تبادل المنافع. لكن الحته اللي انا طلعتها هنا قالت الجماعات القرابيه اللي لها درجه من الخرابه الدمويه. كلمه دمويه هنا تخرج بمعنى الجمله بره خالص، وفيها قتال، فيها حرب، فانا قلت لها العرقيه. معلش انا بقى خليكم معايا واحده واحده في الحاجات البسيطه دي علشان خاطر الدكتور حسام خط الكتاب. فمثلا من ضمن الاخطاء، مش اخطاء، قلت هناك في صفحه 9. تعالي يا صفحه 9 روحي يا صفحه 9. فين البنت هاجر؟ هاجر اهي. سامعه يا هاجر؟ طيب الحمد لله. صفحه 9 كاتبه ان طبعا ما تسالنيش بقى عن المعنى الكبير بتاع الجمله، انا بختار الخطا، ان مشاعل التقدم والازدهار تشتعل، تقول تضيء تنير، مش كده؟ ان مشاعل التقدم والازدهار تشتعل برضه صعبه شويه. مثلا برضك صفحة كام يا محمد؟ 91 ولا 90؟ لا صفحة 9. يلا معلش يا أبلة، إنما هقول لك الصفحة التالية لكلمة تشتعل، وهي التي أهبط الله منها نبيه. هي أهبط تمشي، بس أنزل
أفضل. دي مش خطأ، الخطأ في الحتة اللي جاية دي. وخليفته إلى أرضه بما سبق علمه، بما سبق في علمه، لأن في للتجزئة والطبيعية. جزء من علم الله في ذلك إنه كان لازم ينزله من الجنة إلى الأرض كي يعمرها. أنا كلمت أستاذ محمد المغربي إن أنا عايزة أناقش الكتاب قبل الطبع. ليه؟ علشان الغلطات دي كمان لله وحده، كلنا بنخطئ. أبقى كذابة، أبقى أقول إن أنا بعمل حاجة 100. فلما الشيخ إبراهيم، أستاذ محمد المغربي، دكتور حسام، أستاذ أسامة يقولوا لي في خطأ فينا، سواء خطأ إملائي، خطأ تاريخي، خطأ ديني، لازم إن أنا أتداركه علشان لما يطلع الكتاب، يعني لسه الكتاب بأخطائه. أستاذ محمد بيقول إنه لازم كتاب مهم في المكتبة الأسرية. دكتور حسام طبعا قال فيه كتير، فما بالكم بقى لما أصلح الأخطاء اللي قالوها لي الأساتذة بتوعي. ربط كلمة غير كتير مننا مش فجأة الغير مبرح. ربط كلمة غير تيجي في الدليل القرآني غير المغضوب عليهم، فغير مع المغضوب، ما اقولش الغير مغضوب. هو ربنا قال لنا غير المغضوب، فشوف هنا الغير المبرح او الغير ما ينفعش. غير المبرح، مبرح ماشي، الاثنين صح، مبرح ومبرح. حرف الغير متعلم ليه؟ ما غير المتعلم دي التركيبه القرانيه كده، واللغه العربيه خدناها من قواعد القران. غياب الحب والألفة بمعنى بعض الأخطاء، يعني غياب مش أخطاء، بعض أخطاء المشاكل. غياب الحب والألفة بمعنى أن الرجل لا يحب زوجته. عايز إعادة صياغة. بمعنى أن الرجل لا يحب زوجته، وبمعنى أن في حال عدم حب الرجل لزوجته، أصل أن هنا تقريري في تكرار لجمل، هي تكرار كامل، جملة كاملة مكررة زي ما هي. استطاعت الأستاذة جيهان إنها تنمط الشخصيات، شخصيات الزوج وشخصيات الزوجة اللي بيتألف منها بيتفق مع بعضه، واللي زي ما قال الدكتور حسام ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. دي في شخصيات الازواج. والكتاب في جملته يحتاج انه دي بقى توصيه خاصه مننا انها تقدمه لجهتين عشان يتولايا نشره بشكل يرسخ ويسكن في المجتمع. المجلس على الثقافه في لجنه خاصه بالنشر. الميكروفون مش سامع. المجلس الاعلى للثقافه في لجنه خاصه بالنشر هتنشره، لانه فريد معنى قليل في المكتبه. والهيئه العامه لاصول الثقافه، ودي تقدر عن طريق ان احنا نبعتها لاحد الاصدقاء فوق مجلس الهيئه العامه للثقافه، لانه ممكن يطبعوه طباعه جيده جدا، واخده رقم الايداع بقى والارقام اللي تثبته في المكتبه العربيه، لانه هنا في جزء بتلجا اليه حل مشكلات له اصل في القران الكريم. تعود الزوجه على بعض المسؤوليات الخفيفه، تعوده يعني لتشجيعه على المشاركه، ويتدرج حجم المسؤوليه التي تناط به. هي كتبت تنوط إليه، يناط حرف الجر دايما به، قد أنطت به الشيء الفلاني. إليه لا، إليه معناه تعود. فهنا ده الخطأ في
ودي قاعدة قرآنية لا يختار حكما من أهلها، وحتى في الآية القرآنية الجميلة اللي قد يتعرض، أو التوصية لأبنائكم وبناتكم المقبلات على الزواج والمقبلين على الزواج إنهم يقروا هذا الكتاب. وزي ما قلت لكم استطاعت إنها تاخد في الزحمة لغة غير الكلام، لأن احنا شطار في الكلام. لغة الجسد بين الراجل ومراته بننساها لغة الجسد، البسمة، الطبطبة، الضحكة، العينين المرحبة والعينين الكارهة. لغة الجسد بننساها لأن احنا كلامنا كتير وساعات ما بيجيبش نتيجة ساعة الغضب. فلغة الجسد بتجيب نتيجة. أنا أشكركم طبعا على حسن الاستماع، ولنا لقاء معكم في جلسات